الصورة المصغرة عامل من أهم العوامل اللي بتساعد إن الفيديو بتاعك ينتشر. فلو أنت مش هتعرف إزاي تعمل الصورة المصغرة بتاعة الفيديو بتاعك، فأنصحك إن أنت تتفرج على الفيديو ده. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الفيديو بيتكلم عن ازاي تعمل الصورة المصغرة بتاعة الفيديو بتاعك. بس قبل ما نبدأ متنساش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا نبدأ. أول حاجة، في عندي 3 طرق بعمل بيهم الصورة المصغرة بتاعة الفيديو. أول طريقتين على الفوتوشوب، والطريقة الثالثة والأخيرة بعملها على موقع على جوجل، وهقول لكم اسمه في الآخر. يلا نبدأ في أول طريقة، واللي هي على الفوتوشوب. أول طريقة وهي طريقة بسيطة خالص، والطريقة دي بعملها لو أنا مستعجل أو عايز أعمل الصورة المصغرة بسرعة، فبعملها بالطريقة دي. ودلوقتي دخلنا لشرح اول طريقه. اول حاجه، بعد ما انت فتحت فوتوشوب هتدوس على كرييت نيو، وهتخلي ابعاد الصوره 1280 في 720. طبعا هتخليها بيكسلز، ومثلا انا هسميها الصوره المصغره، وهتدوس انتر او كرييت. بعد كده هتقوم جايب براش تول، وهتختار نوع الفرشه دي اللي هي الهارد راوند، وهتختار اي لون وهي هتلون بيه الصورة كلها. ده هيكون لون الخلفية بتاعتك. بعد كده هتقوم دايس على علامة حرف التي دي، وهتقوم مثلا عايز تكتب، نغير بس اللون عشان اللون هيكون هو مثلا انا عايز هنا اكتب طبعا لازم افكرك ان انت تكتب العنوان بتاع الفيديو على مرتين، يعني تقسمهم على مرتين. يعني مثلا لو انت شفت فيديو من الفيديوهات اللي انا عملت الصمنيل، اللي انا عملت فيه الصورة مصغرة بالشكل ده، هتفهمني انا قصدي ايه. هتقسمهم على مرتين، يعني مثلا بدل ما انت هتكتب تعليم كاب كات للمبتدئين كلها مرة واحدة، لا، انت هتكتب تعليم كاب وبعديها كات للمبتدئين في لاير لوحدها. احنا هنا هنختار مثلا العنوان ده بتاع الفيديو تعليم كاب، والخط ده عاجبني تمام. بعد كده هنقوم برضو نفس الحوار، ندوس على علامة التي دي، وهنكتب كاب كات للمبتدئين. ماشي كده، احنا نكون عملنا اللاير بتاعت التكست. بعد كده بقى مش هتجيب اي ايكون او هتجيب اي صورة معبرة قبل ما تعمل حاجة، قبل ما تجيب الحاجات دي، ان انت هتقوم كده ان انت هتعمل دوبليكيت لللاير. يعني مثلا هنا هدوس الت وهعمل دوبليكيت ليها، وفي تعليم كاب برضه هعمل لها دوبليكيت ليها. تمام. هنخلي بقى لاير لونها ابيض ولاير لونها ايه، اسود. فمثلا هنا اختار الابيض، فهو كده خلاها ابيض، وبرضه هو ابيض محمر مش عارف ليه، بس اوكي اهو خليناها ابيض خالص. وبرضو في نفس اللاير التانية بتاعت كات للمبتدئين هندوس عليها دبل كليك، وهنخلي لونها وهنخلي لونها وهنخلي لونها باللون الابيض، وبعدها تدوس اوكي. بعد كده بقى هتقوم اعمل ايه، هتقوم جايب كلمة تعليم دي وهتحطها فوق. يعني هتخلي الابيض الاول، لير اللون الابيض الاول، بعدها لير اللون الاسود. تمام. بعد كده هتقوم جايب كلمة كات للمبتدئين برضو، وتحطها، تحاول ان انت تحطها بنفس الشكل، وتحاول بقى تظبطها، تاخد فيها وقتك ان انت تظبطهم عشان تخلي الاتنين بنفس الشكل. يعني انا مثلا هنا كده هجيب كلمة تعليم دي شوية هنا، ايوه، وكلمة كات برضو عايزة اطلعها شوية واجيبها بالجنب كده. كده انا تمام. هختار التو لاير بتاعت كات للمبتدئين، هعمل لهم هما الاتنين شيفت عشان اعمل لهم هما الاتنين سيلكت، و وهدوس كنترول اي، اهو دوس كنترول اي. تمام. وبرده في نفس الحوار هتختار الاتنين
بتاع كلمة تعليم كاب، وهتدوس كنترول، سوري خطأ، وهتدوس كنترول اي. كده انت يعتبر عملت دمج للتو لاير بتاعت كاب تعليم كاب وقط للمبتدئين. فانت كده خليتهم هما الاتنين في لاير واحده، يعني انا لما اجي احركهم اهم حركتهم في لاير واحده. كده انا لما جيت حركتهم في لاير واحده، بدل لما انا كلمه قط للمبتدئين اللي باللون الابيض في واحده، وكلمه قط اللي باللون للمبتدئين اللي باللون في اسود بواحده، فانا لما اجي احركهم ممكن احرك دي بشكل تاني فابوظها، يعني ده اسهل لي. بعد كده هتقوم نختار اللاير دي وتكبرها شويه بحيث ان انت تخليها بالشكل ده. مش عارف هي الصراحة مبكسلة ليه، بس يعني اوكي. ندوس كنترول تي وهنكبر. خلاص كده. لا، هتقوم جايب التو لايرز دول كده مصنع، تحاول ان انت تخلي الاتنين في الجنب، وهتخش على جوجل على موقع فلات ايكون. الموقع ده بيكون عليه كمية ايكونز كتير جدا. انا الصراحة برجحهولك جدا جدا لو انت عايز تحط ايكون زي كده في النص، عشان تخلي ان الايكون تكون معبرة اكتر. تخش من على موقع فلات ايكون، وهتختار اول نتيجة بتظهر لك. بعد ما دخلنا الموقع هنكتب كلمة لاب توب الشكل ده، فانت طلع لك حرفيا 119,765 نتيجة ممكن تستخدمهم عندك. مثلا اختار اكتر واحدة ممكن تناسبني، او انا شايف ان هي تناسبني. كل واحد بقى باختياراته. مثلا انا عجبتني الايكون دي، فهدوس على داونلود بي ان جي وهدوس فري داونلود. حلو قوي. بعد ما هو اتعمل لها داونلود، هخش المكان اللي هي اتعمل لها داونلود فيه وهجيبها على ادوبي فوتوشوب. شدها كده وهحطها في النص، صغرها شوية، وانا مثلا كده صغرها اكتر. تمام، ممكن اصغرها اكتر كده. واكيد يعني مش هصغرها هي، ومش هصغر التكست شوية. فبرضو انا شايف ان انا ممكن اصغر التكست شوية واخليه على نفس الطول بتاع اللابتوب كده. الحاجات دي بقى ايه بالاحساس وبالفن، يعني تاخد فيها وقتك بقى براحتك. كده مثلا ترفعها فوق كده. تمام، احنا كده تمام. هل بقى احنا كده خلصنا؟ لا، هنقوم جايبين هندوس على علامة الزائد دي، معناها add layer، وهنجيب البرش تول، نصغرها شوية. او لو انت عايز تصغرها هتصغرها من حرف، لو انت هتكبرها تكبرها من حرف الدال، تصغر البرش تول من حرف الجيم. انا عايز مثلا كده، وهقوم مختار السوفت راوند، اخلي اللاير دي تحت لاير الصورة او اللابتوب. مثلا هتك تكة بس طلعت. نغير اللون نخليه ابيض، وهنحط هنا كده التكة. ماشي، هي دي النتيجة. هل انا كده خلصت؟ لا طبعا، الاوبسيتي بتاع اللي هو اللون الابيض ده عالي جدا، فاحنا هنخش من هنا وهنقلله خالص 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 خالص. حلو كده على ما اعتقد. بقى ممكن ان انت تغير الوان، لو انت بقى ايه مش عاجبك اللون اللي انت اخترته في الاول ممكن تغيره. يعني انا هختار الباك جراوند وهقوم كده نجرب كده كذا لون. اختار اللون مثلا الغامق ده بتاع اللير، ونخش من البرش تول سوفت. اعتقد ان كده ممكن تكون افضل لانها متناسقة.
اعتقد ان هي كده بقت افضل اكتر، بدل ما هي كانت غامقه في الاول ومش لايقه على الثيم بتاع اللابتوب، لان الثيم بتاع اللابتوب ابيض في لون اللي هو السما وفي لون اغمق منه. فانا اخترت مثلا اللون الاقرب ليه وعملته. ممكن بقى ان انا برضو عايز اقلل الاوبسيتي اكتر الصراحه بتاعت اللاير كده. اعتقد ان هو تمام، بس نزودها سيكه كده، حلو قوي. فدي اول طريقة ان انت تعمل بيها الصورة المصغرة. الصراحة الطريقة دي سهلة جدا وسريعة، ولو انت مستعجل او انت لسه مبتدئ في الفوتوشوب انصحك ان انت تعملها. تاني نوع وتاني طريقة من الصور المصغرة، والنوع ده اغلب اليوتيوبرز بيستعملوه. والطريقة دي معناها ان انت تجيب اي صورة معبرة او ان انت تعمل اي ايموشن معبر بوشك، وان انت تجيب اي وتكتب تكست على الصورة المصغرة. ومش بس كده، اكيد بيلونوا الصورة وبيعملوا عليها شوية افكتات بتساعد ان الصورة المصغرة تكون احسن للمشاهد. فيلا نشرح تاني نوع من الصور المصغرة. تاني طريقة، والطريقة دي انا كنت بستخدمها زمان اول لما بدأت. فالطريقة كالتالي، ان انت بتفتح اي صورة. مثلا الصورة هي دي. طبعا الصورة دي الوانها مش متظبطة، جودة يعني الابعاد بتاعتها مش متظبطة. فهتلاقي لو انت دخلت على القناة في فيديو افضل 10 تطبيقات على موبايلي. الفيديو ده هسيبهولك تحت في اللينكس وفوق هنا او هنا في الاي. المهم ان كانت كأنها سينمائية شوية، كان معمول لها كروب من فوق من تحت، فما كانتش متظبطة. بس هي دي الابعاد بتاعة اليوتيوب، هظهرها لك هنا. دي الابعاد اللي انا بقيت بصور بيها لما انا باجي اصور الصور المصغرة بتاعة اليوتيوب. فهي دي الصورة اللي معانا. مثلا انا هكتب هنا اهم 10 افكتات على كاب كات. هدوس انتر كنترول تي، هكبر. حلو حلو. اقوم كده بعديها الت اعمل لها دوبليكيت، اخلي واحدة سودا والتانية بيضة. دي سودا والثانية بيضاء. دي بيضة. وهنقوم جايبينها كده. تمام. ومثلا ممكن ان احنا في هذه الحالة ان احنا نجيب صورة الكاب كات، هنشدها ونحطها على في الفوتوشوب، فهتظهر لنا بالشكل ده. حلو أوي. تمام. برضو تركاية اخرى، وهي ان احنا هنقوم برضو دايسين نعمل لها دوبليكيت، وهنخلي البتاع اللي تحت الصور. مثلا ممكن ان احنا يعني مش افضل الطرق، بس انا مش عارف هي كانت عندي، بس انا مش فاكر هي فين. فهنخش من هنا وهنجيب البرش تول، وهنجيب اللون الاسود طبعا عشان هي adjustment layer فمش هنعرف، بس هنخليها عادية. وبعد كده نقوم ماشي. ماشي. وهنشيل بقى السلكشن ده، ندوس كنترول دي، ومثلا اهو مثلا كده، او افضل مثلا كده مثلا. و آه هندوس الت. تمام. وهنطلع الصورة شوية، هندوس انتر، وبعد كده ندوس برضو كنترول ونطلع دي شوية. فممكن كده تكون كويسة بقى شوية، بس انت بقى تظبطها. يعني انا مثلا ايه اقعد شوية كده عقبال ما اظبطها. فهنخليها كده وهنزلها شوية. ديها مثلا كده، ويبقى تقعد تعدلها انت على حسب ما انت عايز. ماشي كده. هي دي النتيجة اللي احنا وصلنا لها في تاني نوع من الثمنيل. ممكن انت لو الوان الصورة مش حلوة، بس لو انت الوان الصورة عندك مش حلوة تعدلها من adjustment برضو
من ناحية البرايتنس والليفلز والكيرفز والاكسبوجر وحاجات تانية كتير جدا هتلاقيها على ادوبي فوتوشوب. فده كان شرح تاني نوع من انواع الصور المصغرة. تالت طريقة والاخيرة، والطريقة دي انت بتعملها من على جوجل من موقع، والموقع ده اسمه كانفا. فيلا نشرح تالت طريقة والأخيرة. أول طريقة هنعملها زي ما قلت على canva.com. أول حاجة هنكتب هنا canva.com، تمام، وهيدخلنا على طول على الويب سايت. هنكتب هنا يوتيوب thumbnail، هيظهر لنا هنا يوتيوب thumbnail templates. هنخش من على all filters وهندوس من على free عشان ما نجيبش حاجات برو. حلو أوي. فعندنا 4409 تمبلت كلهم ممكن ان احنا نستخدمهم، تمام، ماشي. هندور على اي واحدة تعجبنا، مثلا التدوير. هنقعد بقى ندور على حاجة تناسبنا. ماشي، حلوة دي، ماشي. كيفية مثلا هنشيل كل بقى الكلام ده. كيف تصمم تصميم مثلا، كيف تصمم تصميم على فوتوشوب. دي هنشيلها. سبسكرايب واتش ناو دول حلوين جدا من من رأيي الشخصي، تمام. وبس كده، فاهم؟ دي بكل بساطة، يعني كل حاجة ممكن تعملها. مثلا عايزة اجيبها في النص احسن، اهو نجيبها هنا وبس كده. انت بتكون عملت الثمنيل. هتخش من على كلمة فايل وهتدوس داونلود وبعدها داونلود تاني. كده انت معاك ثمنيل مجانية وحلوة وكمان احترافية. يعني الثمنيل دي لو حد عملها ممكن يقعد كتير، يعني حتى بصوا في التفاصيل والجودة عالية، وحرفيا كل حاجة في كانفا حلوة جدا، وانا بشجعكم ان انتوا تستخدموه. وده اللي بقيت بستخدمه يعني. ولو واجهتك اي مشكلة في الثلاث طرق دي اكتبلي تحت في التعليقات، وان شاء الله هحاول احلها لك. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو الفيديو عجبك متنساش اللايك والشير والسبسكرايب. وبس كده، سلام.